قبل ما نبدا الريفيو اول حاجه نحب نشكر كل من دعمني واللي حط لايك والتعليقات الايجابيه في فيديو ريزدنت ايفل. شكرا هلبا ليكم وشكرا لكل من دار سبسكرايب، وفي حاجات جديده قدام ان شاء الله. منورين بجديات والله لقمتوا القدر. ريفيو اليوم على لعبه قديمه ومشهوره، خلينا نرجع شويه سنين لتالي باش نعرفوا شنو هي. حنحكي اليوم على Age of Empires 2 HD Edition نسخة 2013 المحسنة والمعدلة والموجودة في ستيم. وقبل ما تقول علاش يا عماد لعبة قديمة فوتها يا رجل، ما تخافش، في ريفيوات لألعاب جديدة جاية في الطريق. Age of Empires 2 تعتبر من أحسن ألعاب استراتيجية في بداية الألفينات، وشركتها Assemble Studios زادوا عدلوا شوية حاجات زي جرافيكس وديالوجز و AI، وزادوا خرائط ومراحل سنجل بلاير جديدة. وبالنسبة للفانز القدم أعتذر كان نوضت عليكم مواجب. عندك اول حاجه السنجل بلاير او قصه في الاتش دي اديشن في هلبة مراحل، وكل واحده ترتكز على احداث زمان، وبما ان السنجل بلاير مش قصه واحده فمش هترتكز على موضوع معين. وبعدين في المود اللي نحبه اللي هو ستاندرد مود زي سكيرمش في العاب الاستراتيجيه، مود من غير قصه، ابني ونظم امورك بنفسك. المهم تقدر تختار البلاد متاعك، اللهجه او اللغه متاعك تتغير من انجليزي لعربي لفرنساوي وصيني كيف ما تبي انت، وتقدر تعدل القوانين وتختار خريطتك واللون متاعك. حنختار أزرق والعدو أحمر، وخلينا نبدو اللعبة. بالنسبة للعبة تبدأ بقرية صغيرة مع بانشا نيكد دودز، وكلهم كمال أجسام وشرطات متاع جماعة الصلاة دوك. المهم تبدأ توزع في العمال متاعك باش كل واحد يدير حاجة، يعني لازم تجمع مصادر زي تقطع شجر أو تبحث عن الطعام أو تزرع أكل وتولي مزارع أو مزارعة كأنك بنية، أو تاخذ ذهب أو تربي حيوانات وتاخذ اللحم متاعها. وبعد ما تجمع مصادرك لازم تكون شوية حراس باش تحمي نفسك من الأعداء، فبتجيب العامل وبتقول له تعال ملعب مدير، فبتختار الحاجة اللي تبي تبنيها. مثلا نقول نبي نبني مبنى متاع الجنود، فنختار مبنى ونختار مكان نحطه فيه، وخلاص يبدأ العامل يدق بالقدومة لين ربي يفرج ويطلع مبنى. تو نقدر نصنع جنود محاربين بسيوف وجنود فوق حصننا ونقدر نحارب بهم. قبل ما نمشي نهاجم خلنا نحمي ناسي وأحبابي، وخلنا نوريكم طريقة كيف تدافع عن نفسك مع فقرة حنبني الوول برعاية دونالد ترامب. We're going to build the wall, okay, believe me. أول حاجة ابني سور، خود حطه من هنا لعند هنا، وزيد سور تاني دبل قابينة، ودير سور ثالث للاحتياط، ومش مشكلة لو درت سور رابع، زيادة سور بسورين، حتى خامس لا بأس. زيد شوية سوار هنا مش هلبة، وسابع وثامن وعاشر وحادش وطانش، وشوية سوار هنا باش ما يخشوش المكسيكنز، وخلاص كان أخش لك واحد يولي ولد أم وأبوه. تو قبل ما نبدأ نهاجم بالجيش متاعي خلينا نبني جامعة ونجيب الشيخ. أهلا بيك. الشيخ أصدر فتوى بمحاربة الحمر، بركاتك يا شيخ. الشيخ يقدر يخلي واحد من الحمر يولي معاي، يقول له شوية كلام غسيل مخ يولي لونه أزرق. خلينا نمشي نهاجم توا بالجيش نشوفه قوته، وأحسن حاجة أن في هالأنواع من الجنود فالخيارات عندك مفتوحة. ترى من حيربح هنا A الحمر اللي عندهم جيش كبير وواضح ان هم هلبة، B الزرق اللي عندهم جيش صغير هلبة لين ما يبان. تو نشوفهم من حيربح، تو خليهم فوق على اليسار هادو، تو نولولهم بعد شوية. ومن غير المعارك اللي في اليابسة في حتى معارك بالسفن في البحر، وتقدر تصطاد او تنقل جنود وترفعهم من جزيرة او مكان تاني، وفي سفن تطلق في لهب ناري، وفي سفن مدفعية، وناهيك عن الجرافيكس تاع المية. ترى خلينا نشوف وش صار. الأفضلية للزرق حاليا. لو قلت الحمر إجابتك لو قلت الزرق إجابتك صح. Fatality.
في حتى خرطة قوية هلبة كانت تصير في الجزء القديم بتاع 99. المهم طبعا تقدر تدمر اي مبنى حتى في الجزء الجديد، يعني تختاره وترص ديليت ويتدمر. لكن في الجزء القديم جيب عامل قدام المبنى ودمره قدامه تحول لبنت. دي كيف صار؟ نعم. ينعم عليك. وين الراجل؟ تي مش جسم وباي وتراي، وين يا مان؟ تي وين التريس وين؟ قصدي تو بالله لك شو نوعية الكود اللي داروه مثلا if building destroyed change male to female يعني. المهم في خرايط في الصحراء وفي خرايط في الثلج وفي الغابات وفي خرايط تجيك معهم قلعة محاطة بسور واتي، وتقدر تبني منجنيقات باش تساعدك انك تدمر الحيوط اسرع، وباش تربح لازم تدمر عدو اللي ضدك كليا من الاخضر واليابس. وعندك علم ان السيوف تخلي المبنى ينحرق. تقدر تكتب تشيت كود ترص انتر وتكتب روبن هود تزيد لك الفلوس تاعك، او تكتب هاو تو تيرن ذس اون وتحط لهم سياره تضرب في العهد الملكي. بعدين في مولتي بلاير تقدر تلعب اونلاين مع صاحبك كان تبي، وفي مود ماب اديتور تقدر تصنع فيه اي حاجه، مثلا تحط مليون جندي وقلعه وتدير السيناريو بتاعك وتحطه في الورك شوب بتاع ستيم وتخلي الناس يجربوا الحاجه اللي صنعتها انت. مع ان ايج اوف امبايرز 3 نازله من 2005 وصورتها قويه وفيها جو، لكن اللي يلعبوا فيها شويه والجزء الثاني من اللعبه فيه جو اكتر وقاعده محافظه على السمعه وقاعده مليحه يعني كاحسن لعبه استراتيجيه. وصح ممكن تسوقت لها شويه، لكن لعبه قدمت اللي عندها، وصعب ان لعبه زي هذه تطلع في وقت زي زمان يعني. كانت لعبه متكامله من حروب لتصميم لفكره كديزاين، ومن زمان طالبين جزء جديد من اللعبه اي ايج اوف امبايرز 4، لكن الشركه ما عادش تطلع جزء رابع، مش عارف علاش الحق. ممكن على خاطر الشركه حاولت او ما عادش عرفوا كيف يديروا. هو على العموم اشاعه الجزء الرابع كانت حتكون في العصر البنادق والحروب العالميه، وفي حتى سبين اوف يعني زي ايج اوف امبايرز على البلاي ستيشن 2، لكن يقعد الاصلي اصلي والايفون ايفون والسامسونج سامسونج. تو بالنسبه لتقييم لعبه ايج اوف امبايرز 2 اتش دي اديشن نعطيها اعلى 10 من 10، تستحقها اللعبه. اسمع بالنسبه للتقييم مش تقول عماد يلوح في العشرات يمين يسار، بجديات قصدي اللعبه ذكريات ونوستالجيا، وخلونا من اللي يولوا انتهيات لما المبنى يتطربق. قصدي اللعبه نزلت 9 من 10، لكن 10 ثابتات وتستحقها بكل جدار. شكرا على مشاهدة الفيديو، ان شاء الله عجبكم الريفيو. كان معكم عماد، تفرجوا على الريفيوات اللي فاتت. الفيديو هذا كان تصبيره لريفيوات وحاجة افكار جديدة عندي. المهم نستنى تعليقاتكم، وفي احتمال ندير الريفيو لنو مان سكاي. اللي بين ندير يكتب لي لوطة وشير وسبسكرايب، ونلتقي في الفيديو الجاي. أهلا. ألو.